في البداية كان في تحديات صعبة جدًا، تحديات شخصية وتحديات خاصة بنجاح الشركة. التحديات الشخصية أنا ابتديت في الreal estate، عملت channel على اليوتيوب، الchannel دي كانت بصراحة بتجيب لي عُملا كتيرة جدًا، وابتديت على مدار ال8 سنين دي أتعرف أوي بالذات في سوق العاصمة الإدارية الجديدة. فلمّا طبعًا سِبت الشركة أسلِّم الchannel بتاعة اليوتيوب طبقًا لاتفاق مع الشركة، وطبعًا خط التليفون اللي بقى فضل معايا 8 سنين الناس كلها عارفاني عليه، ده طبعًا بتاع الشركة. وطبعًا إنك أنت ترجّع الحاجة دي، ففي تحدي كبير أوي إن إزاي الناس ترجع لك تاني وتفتكرك وتدوّر على أرقامك وتقدر توصل إن هي ترجع تكلمك تاني. ده كان أكبر تحدي واجهني، بس الحمد لله في أقل من سنة قدرت إن أنا أوصل بنسبة 70% من الناس اللي كانوا معايا، وقدرت في خلال سنتين إن أنا أوصل لأكتر من 100% الحمد لله، وعُملا جداد وأكبر. فده كان تحدي صعب جدًا، وكان ليه تكنيك معين شوية خد مني مجهود كبير جدًا في إن أنا أقدر أرجّع أو على الأقل أظهر للناس دي تاني أو أرجّعهم تاني أو يعرفوا إن أنا سِبت شركة وفتحت شركة تاني. دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتني في 2022.